اهلا بيكم في فيديو النهاردة عن اضطرابات الاكل. عايزة انبه عن ان المادة العلمية اللي بشرح منها تقدروا تحصلوا عليها من خلال اللينك اللي موجود في الوصف، ولكن في الفيديو ده انا هقول كلام كتير مش موجود في الباوربوينت. من خلال الشرح هتطرق لموضوعات زي اضطرابات الاكل، فقدان الشهية العصبي، الشراهة المرضية، النظام الغذائي، العلاج المعرفي السلوكي، زيادة الوزن والسمنة، والدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات DSM-5، والاكتئاب ومؤشر كتلة الجسم، وكل ما يتعلق باضطرابات الأكل قدر الإمكان. مين اللي ممكن يستفاد من المحاضرة دي؟ الناس اللي بتقدم استشارات نفسية اللي عندهم اضطرابات في الأكل، الناس اللي قبل كده اتشخصت باضطرابات الأكل أو بتعاني من مشاكل في التحكم في الأكل،